كل الزملكاويه في كل مكان، احب اعرفكم بنفسي. سلمى عز الدين، صاحبة فكرة حمل تبرعات لعمرو حسين فقيد الوايت نايس الشهيد اللي لقى مصرعه حبا في الكيان. عايزه اقول لكم كده تطورات الموضوع عشان برضه يبقى الموضوع بينة قدامكم. كان النهارده متواجد معانا والد عمرو حسين. حبينا نقول لكم ان الفلوس اللي احنا جمعناها الحمد لله كان مبلغ كويس جدا. فتحنا الصندوق قدام والد الشهيد عمرو حسين والمبلغ الحمد لله غطى سعر الكولدير بنسبه كويسه جدا. فانا عايزه اقول لكم عشان عارفه ان الكلام بيكتر الفلوس هتروح فين والتبرعات دي بتوصل لمين، انا عايزه اقول لكم الموضوع كان قدام والد عمرو حسين. عايزه اقول لكم كمان ان ميدو اخوه هينزل معانا الحمله. احب اقول لكم برده على ميعاد الحمله الجديد ان شاء الله، عشان في ناس من خارج مصر كلمتني كتير وفي ناس من داخل مصر حابين ان هم يساعدوا عمرو. في ناس ما لحقتناش يوم السبت اللي فات. حابه اقول لكم ان شاء الله ان الحمله هنبدا فيها كمان حمله مستمره يوم السبت القادم. اللي حابب يشارك هيبقى في رقم الحمله موجود 012 3 وحايد 958 44. اقول لكم الرقم تاني 012 3 وحايد 958 44. اي حد حابب يستفسر عن الحمله يكلمني وانا هرد عليه على طول. ده بالنسبه لموضوع الحمله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الكولدير هحاول ان انا احطه جوه النادي عشان يبقى فعلا مطرح ما عمرو اللي فقد حياته عشان خاطر الزمالك وحبا في الزمالك. هحاول ان انا احط الكولدير جوه مكان ما اتضرب عليه نار ان شاء الله باذن الله. وباذن الله هعرف اخد التصريح لان عارفه ان اللواء علاء ميلد ما رضيش يديني تصريح ان انا الم تبرعات لعمرو حسين داخل النادي. والحمد لله عشان عمرو حسين يعني الحمد لله زي ما بيقولوا كده نيته كانت كويسه. الحمله نجحت بشكل كبير جدا ولمينا مبلغ حلو جدا. وانا بقول للواء علاء ميلد احنا ما نستحقش منك كده ولا عمرو يستحق منك كده، عشان عمرو مات حبا في الزمالك، حب الزمالك فمات. فانا بقول لك ان الحمله مستمره وان شاء الله مكملين. يوم السبت القادم هيبقى معايا ميدو اخو عمرو. اي حد عايز يستفسر قلت لكم الرقم. هنتجمع عند بوابه 7 هنلم الفلوس وان شاء الله العيد داخل عايزين نعمل حاجه لعمرو تليق بيه، حاجه فعلا تكون صدقه جاريه على روحه، حاجه هتنفع عمرو. هو ده اللي عمرو محتاجه دلوقتي. نسيبنا بقى من الخناقات ونسيبنا من المشاحنات اللي بين الناس. هو ده اللي عمرو محتاجه والموضوع هيبقى على بينه الناس كلها. ويعني مش هيبقى في حاجه كل حاجه هتبقى انتوا عارفينها. وان شاء الله باذن الله يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. بشكر كل الناس اللي ساهمت معايا في الحمله. بشكر معظم لعيبه الزمالك اللي شاركت معايا في الحمله، امثال نور السيد، صلاح سليمان، احمد توفيق، اللعيب المنضم حديثا مؤمن زكريا، احمد فوزي، ابو جبل، مش عايزه انسى حد، محمود فتح الله، احمد السيسي، كل الناس اللي شاركت معايا يوم السبت اللي فات. معظم رجال الاعمال زي هشام سلطان، تامر التونسي المرشح لعضويه نادي الزمالك الجديد. في ناس كتير من اعضاء نادي الزمالك انا بوجه لهم الشكر، مع ان الاعلام موصل كان في ناس كتير جدا جوه النادي الاعلام موصل لهم ان الالتراس اخوان وان الالتراس ارهابيين وان الالتراس قتله. الكلام ده كله مش مظبوط. احنا ناس رحنا نحارب فساد ممدوح عباس مش اكتر، وملناش مصلحه في حاجه. وان شاء الله يا جماعه بشكر كل الناس اللي ساهمت. مش عايزه انسى حد. ان شاء الله يوم السبت الجاي ميعادنا هنتجمع كلنا الساعه 4 ان شاء الله قدام بوابه 7. واتمنى اللي عايز اي حاجه يقدر يتواصل معايا على 012 3 وحايد 958 44. وبشكركم جدا وان شاء الله يا رب في ميزان حسناتكم.